السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا مش محتاج أقول إنكم وحشتوني كتير جدا من الحلقة اللي فاتت، ويلا بينا نشوف حلقتنا المرة دي بتحكي عن إيه وإيه اللي هيحصل فيها. بس يا ريت ده قبل ما نشوف حلقتنا بتحكي عن إيه وإيه اللي هيحصل فيها ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا اي جديد انا بنزله. يلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل النهارده. كان حازم حرفيا مش طايق نفسه وكان بيكسر في كل حاجه لانه كان متعصب بسبب اللي حصل واللي اسيا قالته، وان هي لسه بتحب جاسر. يا سبحان الله، ساب كل الكلام والوجع اللي هي قالته ومسك في كلمة ان جاسر هو اللي ولها الحياة وهي اكتر شخص هو حبيته. طب ما هي كانت ما بين ايديه في الاول قوي، في الأول خالص كانت ما بين ايديه وهو اللي ضيعها عشان خاطر شهواته المقرفة والقذرة. بعدها بشوية الباب كان بيخبط، راح هو وفتح الباب لقى ان في شرطة واقفين. هو استغرب، قال لهم في ايه؟ آه وهنا كان رقم تليفون والموقع بتاعه كان هنا. كان في واحدة بتتعرض للعنف. حازم غمض عينيه، هو بيلعن آسيا حرفيا. هو بس يخلص وهيوريها النجوم في عز الظهر. آسيا كانت واقفة هي وجبل وكانوا سامعين وشايفين اللي بيحصل. لا مفيش أي حاجة من ده، أصلا ده مش بيتي. ممكن تلاقي الفيلا اللي جنبينا، لكن لا أنا مش أنا، الموقع غلط. اه تمام شكرا لحضرتك. آسيا شهقت بصدمة. الضابط فضل ان هو يكلمه ويستفسر منه شوية حاجات. اسيا بسرعة جريت على الأوضة وعرفت ان هي مش هتنجي من ده الا بالهروب، والمرة دي فرصة ليها. هي هربت كتير جدا على مدار ال5 سنين هي وجبل. يا ترى ممكن المرة دي ان هي تنجح في الهروب؟ لبست جبل بسرعة ولبست هي اي حاجة وبدأت ان هي تهرب عشان تهرب منه ومن الجحيم بتاعه. آسيا خرجت من الأوضة وهي بتفكر ازاي هتهرب. كان في 2 سلم، واحد بيدل على ليفينج روم والتاني برضو بيدل على ليفينج روم بس ليفينج روم تانية. ومن الليفينج روم التانية دي بيبقى فيها باب ممكن انك تخش منه من الليفينج روم الأولى. فاهمين حاجة؟ وهي قررت ان هي تنزل من الليفينج روم التانية اللي هي ما فيهاش حازم، لان حازم في الليفينج روم الأولى اللي هي فيها الباب بتاع القصر. نزلت هي من على السلم وافتكرت ان الليفينج روم دي ما فيهاش باب، لكن فيها مطبخ، والمطبخ فيه شباك ومن الشباك تقدر ان هي تنط، لان المسافة ما بين المطبخ والارض مش بعيدة. يعني شباك المطبخ للارض مش بعيدة قوي، لان الليفينج روم في الدور الارضي. لكن افتكرت ان شباك المطبخ في الليفينج روم التانية اللي هي حازم فيها، وهي تقدر انها تخش الليفينج روم التانية دي من الباب اللي في الليفينج روم اللي هي فيه حاليا. اسيا قررت ان هي تفتح الباب. فتحت الباب فتحة صغيرة واتسعرت حرفيا لما لقت حازم بيتكلم مع الشرطة وبيفهمهم ان ده سوء تفاهم بس مش اكتر. اسيا فتحت الباب شوية صغيرين لكن الباب عمل صوت. اسيا اتخضت. حازم مهتمش ولا حتى سمع لانه اصلا ما سمعش. بدأت ان هي تمد ايديها للدرج اللي جنب الباب، لان في درج جنب الباب اللي هو فيه المفتاح. اسيا خدت المفتاح وشدته على طول، فبالتالي المفتاح عمل صوت. اسيا دخلت ايديها بسرعة وقفلت الباب. حازم بص لما سمع صوت الباب لقى ان مفيش حاجة فاستغرب ورجع كمل حديثه مع الشرطة. آسيا خدت نفس عميق، حرفيا كان ممكن يمسكها في الأثناء دي وكان هينفخها. آسيا دخلت على المطبخ بسرعة هي وجبل وفتحت الشباك، وخدت الصدمة لما لقت ان هما في الشتاء. معقول للدرجة دي هي محبوسة؟ فلما بيكون في شتاء
بيكون عادي، لكن في الغابات حرفيا الغابة بتتحول لتلج، كل حتة فيها تلج. بصت هي وكانت مصدومة، مسكت جبل بسرعة وراحت ح- رميته من الشباك، بس المسافة كانت مش بعيدة ما بينها وما بين الأرض، فبالتالي هو ما حصلوش حاجة. كمان هي نطت من الشباك ورمت المفتاح من الشباك، والمفتاح دخل، قفلت الشباك وخدت جبل وطلعوا يجروا.